السلام عليكم. مبدئيا كده احنا هنتكلم في موضوع، والموضوع ده مهم جدا للعملاء. تمام، يعني ملاقيش فني في الفيديو، او خليكم في الفيديو عشان نشوف مدى اثركم للاستهتار اللي حضراتكم بتعملوه. تمام، اول حاجه لما تيجي تطلع عند عميل، ما تجيش تقول له اصل هي سهله. انت ما تعبتش وشقيت عشان تقول اصل هي سهله. ماشي، ده اول بند. عشان لما تيجي تقول له الحساب ما يقولكش اصل انت عملت ايه يا هندسه، اصل انت سويت ايه. ماشي، تاني بند بقى يا محترم. ماشي، الناس اللي بتاعت الصيانه 150 و250 والناس دي، تمام، الناس دي يا باشا ليهم حساب عسير معايا. بمعنى اصح، انت بتيجي تطلع بتنصب على العميل، وما تقوليش اصل انت ما بتنصبش. انت مواصلاتك لوحدها 150 او 200 جنيه لحد لما توصل عند العميل. ماشي، ده العميل لو بيفكر هيقول لك ازاي يا ابني انت جاي لي بكام اصلا عشان تقول لي صيانه 250 ولا 150. ماشي، ولا 300 جنيه حتى. ماشي، صيانه ايه اللي ب 300 جنيه؟ انت بتقول اي كلام، افهم قبل ما تتكلم. ماشي، انت كل حاجه بتعملها على حساب الزبون، انت تشيل ليه؟ ماشي، ده الكلام الصح. غير كده انت راجل لا مؤاخذه، يعني انا راجل نصاب، راجل كده محترف نصب، بتعرف تزنجف العميل بالكلمه المحترمه، والعميل يا عيني مش فاهم فبيدفع. ما انت خلاص بقى، انت شحنت له فريون وغيرت له كباستور، ومش عارف الموتور المروحه اصله عايز يتلاين، مش عارف عايز ايه، عملته له. وانت ولا عملت كل ده، انت دوب حسست على الجهاز وعملت له صيانه وشكرا. بس انت مش عارف تطلع حقك صح، عشان كده بتقوم عامل ايه؟ تضطر ان انت تنصب. ماشي، بلاش تخليك نصاب وخد حقك. ماشي، عشان لما تيجي تسأل قدام ربنا كده ما تقولوش اصل يا رب اصل انا كنت باخد حقي. لا، انت نصاب، انت كده راجل نصاب. تمام، نوضح بقى طرق النصب اللي الناس بتعملها، اللي الفنيين بيعملوها. صلي على النبي. انت كعميل بتيجي تخش على جهازك، بيكون في محبسين. تمام، محبس السحب اللي هو الرفيع، قصدي محبس الطرد اللي هو الرفيع، ومحبس ال اسمه ده السحب التخين. تمام، المحبسين دول مسؤولين عن سحب الفريون وضخهم للوحده الداخليه، فبالتالي عمر ما الضغوط هتكون مظبوطه لو في محبس منهم اتقفل. تمام. طيب الفني الباشا بيجي يعمل لك ايه عشان يعمل عليك النصابيه اللذيذه وياخد حقه؟ يقوم جاي على محبس الطرد، يقوم قافله، يقوم العداد معاه فاكيوم ينزل للصفر. يجي يقول لك تعالى يا هندسه اصل جهازك عايز فريون، وانت يا باشا تبص على العداد تلاقي العداد مصفر. الراجل كلامه صح، بس هو يكون ساحب الشحنه فين يا هندسه؟ جوه الجهاز. يقوم ايه؟ فاصل فيشه الكباس، فيشه التلقيط بتاعه الكونتاكتور، الفريون يرجع تاني للطرد عشان الكباس ما يفوتش، يقوم فاتح الايه؟ الطرد تاني. تمام يا هندسه، دي اول طريقه. تاني طريقه بقى، الجهاز يجي يقوم غاسل الجهاز. ماشي، وما يستناش ان الجهاز ينشف. انت لما بتيجي تغسل الجهاز الضغط بينخفض جوه الدايره. تمام، نتيجه ان الفريون دخل للكمبريسور بارد. تمام، اتبرد زياده عن اللزوم، عشان ده حمل اجباري للمروحه الخارجيه. نسيبنا احنا من موضوع شرح الفنيات دلوقتي، نيجي ان هو بعد الغسيل على طول بيقوم موريك العداد، ما بيستناش الكويل ينشف. تلاقي ان العداد نازل لك مثلا 10 بي اس اي، بيقول لك اصل دي تزويده شحن يا هندسه، وهو لو بيزود ولا بيعمل حاجه بيقوم حاطط الخرطوم في الاسطوانه. ماشي، ويفتح الاسطوانه عادي، يفتح العداد ثانيه ويقوم قافل كده. هو مش شحن صح؟ لا ما شحنش. انت كده راجل نصاب، انت راجل نصاب. راعي ضميرك عشان ربنا يكرمك، عشان ما تعملش حادثه على الطريق الدائري. ماشي، عشان اعرف ناس عملت حادثات على الطريق الدائري بسبب مشاويرها دي. ماشي، اعرف ناس عاجزه في البيت بسبب ان هم ما بيراعوش ربنا، ما بيراعوش ضميرهم. راعي ضميرك وراعي لقمه عيشك عشان ربنا يكرمك في حياتك. كده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا، بالتوفيق للجميع ونشوفكم في فيديو جديد.